السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري، معالج ريفلكسولوجي والشياتسو. طبعا زي ما انتم حضراتكم عارفين ان كل المحاضرات بتاعتنا والندوات بتاعتنا على الهواء، زي ما قلنا عنواننا ايه؟ حصري مع سعد المصري على اليوتيوب. النهارده هنتكلم على وسائل العلاج الفعالة. على فكرة بالمناسبة اي حد عايز ياخد دورات في الريفلكسولوجي والشياتسو ان شاء الله في عن طريق المعاهد، عن طريق الجامعات، ابتدينا ان احنا ندي هذه الندوات وهذه الدبلومات والمحاضرات، وبيحصل الدارس على شهادات معتمدة من جهات رسمية عديدة زي ما محتاج الدارس. بيدرس معانا انواع العلوم الرفلكسولوجي، لان بعض الناس هي بتحسب نوع واحد بس، لا ده هو انواع كتيرة جدا جدا بتنقسم الى عدة محاضرات وندوات ودورات مختلفة في كل العلوم، ازاي ان احنا نتعامل معاها. هنتعامل ازاي نتعامل مع الامراض اللي خاصة باجهزة الانسان، بدءا من المخ، العينين، الاذن، الفكين، القصبة الهوائية، فقرات الرقبة، العمود الفقري، الام جهاز الهضم، الام القولون، المعدة. كل هذه المشكلات بيتم ازاي التعامل معاها وعلاجها ازاي بطريقة عملية بسيطة جدا جدا جدا. اهم شيء يا جماعة ان احنا نعرف ايه هي النقاط الفعالة، بنسموها جريدد بوينت. جريدد بوينت اي النقاط الفعالة اللي اقدر ان انا اضغط عليها فيروح يتم التأثير الفسيولوجي للجسم، ازاي يخلي المخ عندي يقدر ان هو يشتغل معايا، وازاي انه يفرز المادة الكيميائية اللي محتاجها الجسم داخليا. فدي سبحان الله، عشان كده دايما بنقول يا جماعة ان اليدين هي مستشفى صغيرة بين يديك. الايدين والقدمين والاذنين، زي ما هنعرف بالتفصيل كل هذه الموضوعات. اللي عايز يدرس طبعا انتوا اديكوا عارفين الايميل بتاعي سعد_الاستاذ_online@yahoo.com، او عن طريق الموبايل 012 36 90 535. اي حد سواء كان متخصص في العلوم الطبية او غير المتخصصين، سواء كان متخصص في العلاج الطبيعي او غير متخصص في العلاج الطبيعي، لأي حد يا جماعة يقدر يدرس هذه العلوم، لأنها طريقة مبسطة جدا جدا ولا يحتاج إلى اختصاصي. أهم شيء إن أنت تكون دارس واخد دورات واخد شهادتك، عارف دي ايه ودي ايه ودي ايه. زي بالظبط كده الارقام، انا لما اجي بتصل بحد كده بتصل، طبعا انتوا عارفين الارقام هي من 0 لغايه 9، العالم كله من 0 لغايه 9، ولكن اهم شيء انا عشان اتصل بسعد المصري لازم اتصل بارقام معينه عشان هو اللي يرد عليا. نفس الشيء في القدم عندي بوينتس معينه زي ما حضراتكم هنشوف كده اهو، عندي نقاط معينه، كل هذه النقاط متوصله لجهاز عضوي معين. عندي جهاز القلب فين، عندي المخ فين، عندي الاسنان والجيوب الانفيه، عندي هنا الفك، عندي هنا القصبة الهوائية، عندي هنا فقرات الرقبة، عندي هنا العمود الفقري، عندي هنا الجهاز البولي، عندي القلب، الكلى، الكبد، البنكرياس، الطحال، والجزء دون هو الامعاء الدقيقة. فكل بوينتس موجودة هنا اهو، ازاي اضغط عليها بطريقة تكنيكية معينة وتأثر فسيولوجيا على الجسم بتاعي. هنشوف دلوقتي مع بعض، هنتكلم في الحلقة اللي جاية. طبعا انتوا عارفين انا بقطع الحلقات كلها على اليوتيوب، لان هي كل المحاضرات ما هيش بس موجودة على قناة فضائية سواء كانت اتذاعت او لا، لكن انا عامل هذه المحاضرات يعني لوجه الله سبحانه وتعالى، ثم افادة جميع الانسانية على مستوى العالم سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين. اهم شيء ان ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا العلم. فهنتكلم في حلقة تانية، تابع معايا على طول الجزء اللي بعد الحلقة دي على طول. هنتكلم على مرض السكر، ازاي نتعامل مع هذا المرض، ازاي ان احنا نخلي الانسولين ينشط عن طريق جهاز البنكرياس، ايه هي النقاط الجريدد بوينت زي ما قلنا الفعالة الموجودة في جسم الانسان. هنشوف دول مع بعض في الحلقة اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.